اهلا وسهلا بكم مشاهداتنا مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامجكم ديربي اسامه، اللي كنتلاقاو معكم يعني كل يوم من الاثنين الى الجمعه للحديث عن تغطيه او يعني اجواء وكذلك مباريات كاس العرب فيفا 2021. وسيكون معي كالعاده عادل بن مالك، ولكن هذه المره من المغرب مباشره من القنيطره، وكذلك أسامة بن عبد الله مباشرة من الدوحة. عادل، أهلا وسهلا بك. اهلا انس، اهلا اسامه، اهلا بالمشاهدين الكرام. أسامة، أهلا وسهلا بك. اهلا بك انس، اهلا بمشاهدة ومشاهدي قناة ديربي فوت، والحمد لله على السلامة لعادل. شكرا. نعم، على سلامتك عادل، وسلامة جميع الصحفيين اللي كانوا يعني مشاو واللي جاو الحمد لله، وكذلك البعثة ديال المنتخب الوطني اللي حطت شريحة اليوم أمس. فغنرجعوا أكيد، مازال ما تحدثناش بالشكل المطلوب أسامة على المقابلة أو خروج ديال المنتخب المغربي، لأنه كاينين بزاف الناس كل واحد عطاه سبب الإخفاق بالنسبة ليه شنو هو. كاين اللي شاف انه سبب الاخفاق هو عموته، كاين اللي شافه هو زنيتي، كاين اللي شافه هو الشيبي، كاين اللي شافه هو الصحافه، كاين اللي شافه هو المؤثرين، كاين اللي شافه هو الظلمي ذاك المشجع المعروف، وكاين اللي شافه هو حاتم عمور الى اخره. كل واحد ويفسر على حسب هواه. لكن حنا عندنا هذه الحلقه اليوم اللي بغينا نتكلموا فيها على يعني الاسباب اللي كتبان لك اسامه وكذلك عادل بن مالك ديال الخروج ديالنا. وبزاف الناس راه نبهنا لها انا وعادل وقلنا انه راه خرجنا بضربات الجزاء، ما خرجناش بواحد زيرو بجوج زيرو بثلاثه زيرو في المقابله. شنو الراي ديالك انت اسامه بن عبد الله؟ اول حاجه حاول تسكرو بوستي البرنامج تحت في الصفحه ديالي الله يخليك. ثاني حاجه قبل ما ندخل المباراه عندي ملاحظات تسمحوا لي اليوم، تسمحوا لي انا نقولهم، عاد نعطيكم الكلمه. اولا نعم. الجماهير تتبعني ولا تنبغيها بزاف، انا تتبعني منذ سنين، وعليها تندير هذا البرنامج اللي متاخذ فيه تفرق، وعليها تنتواجد معهم وتنجاوبهم دائما. هاد الطينه من الجماهير هي طينه منطقيه، هي طينه تعرف الكره. لا يمكن ابدا باش عموته ليله المباراه يكون مطالبه بالجماهير، مطلب ديال الجمهور المغربي باش ياخذ الفريق الاول، ولا غدا حيت البركاوي ضيع ضربه جزاء وزنيتي ما شداش لاول مره في التاريخ وتنظن، يصبح متزرق. اللي تيقول بحال هذا الشيء يراجع نفسه ويمشي قبالة المرايه ويقول واش انا منطقي. هذه اولا. ثانيا المنتخب المغربي حنا طبلنا له وانا طبلت له، لان ابلى البلاء الحسن في الدور الاول، هذا لا يناقش. وحتى في الكره انا كنت في الملعب، في الكره الجزائريه ما كانوش احسن منا، بالعكس عطينا، ولكن كنا خايفين. المنتخب المغربي خرج بسبب الخوف وبسبب الثقل اللي كان على المباراه. يمكن يكون الاسباب خارج الكره، ولكن في الكره انا متيقن نعاودوا 9 المرات مع هذاك المنتخب الجزائري بالضبط نغلبوه. ثالثا اللاعب المحلي ولا التكوين المحلي اللي كان هو معظم او كل لاعب المنتخب الوطني من غير محمد امسيف قبل ايام معدوده كانت يقولوا بان هذو اللاعبين هما اللي يستحقوا، عندهم النفس، هما اللي يستحقوا يمثلوا المغرب في كاس افريقيا. فبعد عشيه وضحاها صبحوا لاعبين غير مميزين. هذا المنطق ما يمكنش يكون عند اسامه بن عبد الله، لان اسامه بن عبد الله من بدا التلفازه ما عمره كان عنده هذا المنطق. رابعا هناك من ينتظر باش انا نكون حياح في برنامج المجلس ونبدا نتعاطى مع حكيم الجزائري. انا لا من الاخلاق ديالي، لا من التربيه ديالي، لا من القيم ديالي ما تنتعاطاش وما تنشرحش الواضحات. فاذا كانت جلابه مغربيه العالم كله عارف ان جلابه مغربيه، علما ان هناك بعض المناطق في الجزائر وخصوصا مدينه تلمسان تلبسنا في الجلابه اللي تلبسوها في المغرب. نعم. ولو قال
بان جلابه مغربيه، فلن اجيبه لسبب بسيط، لان انا افتخر باش شي بلد اخر ياخذ شي حاجه ويتبناها ديالي. انا افتخر. والغريب ان في ذاك الحلقه حكيم سمع في الكواليس وبنت بان جلابه مغربيه، ومن بعد غير رايه لان عنده جمهور جزائري وتابعه ويضغط عليه. نعم. انا ما جيتش باش نتعاطى، لان عندي صوره تنحترمها وصوره تندافع عليها. انا ما تندابش مع الناس على الخوال الخاوي. الا دخل ولا تكلم ولا تجرأ على صحراء على صحراويه المغرب ولا على مقدسات البلاد، الملك او الوطن او المقدسات ديال المغرب، ثقوا بيا ما نسكتلوش. ولكن يقول لي سكسو مغاربي ولا جلابه مغربيه ولا هذا، انا بالنسبه لي هادو متاهات. انا مقتنع بذلك ولن اجيب على المتاهات. سادسا، التاريخ بين المواجهات المغربيه الجزائريه معروف عند الجميع. واحد تكلم على 33 مباراه هزيمه، قلت له لا، الجزائر انهزمت على المغرب بركاب 3-0 والفيفا واضحه. شي حاجه اللي هو ماشي غير انت اسامه اللي كتحاشى هذا الشيء، حتى في المجلس باقي الاعضاء بزاف فيهم يعني كيلوحوا ديك الكلمه الاولى، ابخي كيبان لهم انه راه انسان غيبقى غادي على داك الشيء، ديك الشعبويه ديالو داك الشيء ديالو، انا كيرجعوا له وكيخليوه يبقى. انا تنقول له في البرنامج غير ما ندخلش معك في هذه النقاشات، ما ندخلش، وما عمري ما ندخل في النقاشات الخاويه، لان انا احترم الكره الجزائريه واحترم اللاعبين الجزائريين واحترم المغاربه واحترم كل شيء. لان اذا كنت مغربي هذا لا يعني بانني خصني ندابز على كل حاجه، لا. المغرب، تاريخ المغرب معروف، تاريخ المغرب فوق الجميع، تاريخ المغرب مقدس، رغم ان لكل واحد قراءته في التاريخ. ماشي قران، التاريخ لكل واحد قراءته، ولكن الكل يعلم ان الدوله المغربيه اسست منذ 12 قرن، ان الملكيه في المغرب حاضره منذ 12 قرن، ان المغرب كانت تحت الحمايه عكس الجزائر اللي كانت استعمار. يعني المغرب بقى الملك ديالو حاضر، المرحوم محمد الخامس، والمغرب تحت الحمايه، ونوفي في 53 مدغشقر، وناضوا المغاربه خرجوا يطالبون بملكهم. هذا الواقع، هذا التاريخ، ما بدلوا لا انا لا حكيم السبع لا اي تونسي لا اي واحد. الكل يعرف بان المغرب هو الوحيد في شمال افريقيا اللي ما تستعمرش بطرف العثمانيين، الكل يعرف هذا. فلماذا تنحاولوا ندخلوا الدباز على شي حوايج اللي واضحين؟ بالعكس، ملك البلاد شنو داير دابا؟ شنو داير؟ واش عمرك شي ملك بلاد كيجاوب على الجزائريين؟ واش عمر ملك بلاد جاوب الرئيس الجزائري؟ واش عمر ناصر بوريطه المكلف الرسمي بالدبلوماسيه المغربيه جاوب الجزائريين؟ واش عمره جاوب وزير الخارجيه الجزائري؟ ولذلك نديروا بحال الحكومه ديالنا، بحال الناس الرسميين ديالنا، بحال ملك البلاد، بحال وزير الخارجيه اللي عارفين الدوسي اكثر منا ما تيجاوبوش. المغرب الان هو في موقع قوه. ملي تكون في موقع قوه ما كايناش تجاوب. واحد تيجاوب تيغوت ملي تيكون في موقع ضعف. انا ما حاش في المغرب في موقع ضعف باش نبقى نجاوب على اي حاجه. المغرب هو المغرب معروف. من اقدم ملكيه في العالم حاليا هي الملكيه المغربيه. علاش نجاوب؟ واش متفق معايا؟ نجاوب على الخوال الخاوي؟ لا اسامه، فاش كيكون انا كان يعني كنحترم، لانه انت عندك ان ستيل، دونك لو ستيل ديالك كيبان لك انك خصك ترفع وخصك دير. كاينين ناس اخرين اللي غيبغي يجاوب، ولكن حتى فاش بغيت تجاوب ولا تدافع غتلقى راسك انك تدخل في داك كيف ما كتسمى انت نقاشات بيزنطيه، وما كاينش الا دخلتي في النقاشات صافي مشيتي في المتاهه. لو نجاوبوا نبقاو ندافعوا ونغوتوا على شي حاجه المعروفه ديالنا. هذا بحال شي واحد يقول لي الرجاء ماشي فريق كبير، علاش نجاوبوا؟ ولا يقول لي الوداد ماشي فريق كبير، نجاوبوا؟ ولا يقول لي المصر ماشي فرقه، نجاوبوا؟ ما نجاوبوش. الرجاء بيا ولا بلا بيا معروفه بتاريخها، الوداد كذلك، الماس كذلك. انا المنتخب المغربي معروف، المنتخب المغربي حسابيا فايز على جميع المنتخبات العربيه في التاريخ. الارقام هي عنيده، لي شيف سون تيتو. انا تنجاوب وتندافع ملي تكون في موقع ضعف، ماشي في موقع قوه. انا اليوم في موقع قوه،
رغم الهزيمه امام الجزائر التي تبقى بارده في كره القدم، والهزيمه بضربات ترجيحيه ميم با بالماتش. لا مازال المغربي يربح ومازال المغربي يخسر. جاوبوا على الخوة الخاوي. تفضل عادل. وتنظن الا بغينا نهضروا ونرجعوا للماتش تنظن هضرنا بالتفصيل يوم المباراه، ولا بغينا نرجعوا يمكن تنظن لا مازال خصنا نرجعوه عادي، نعاودوا نتكلموا. تفضل. لا ماشي مشكل، تنظن ان كما قلنا المره اللي فاتت ان التركيز هو السبب الرئيسي. طبلنا انا واسامه لان كانت هناك عروض كبيره وبشهاده الجميع. اظن ان المستوى وثقل المباراه كان اهم الاسباب. تنعرفوا اللاعب المغربي يعني ان بو فراجيل سيغ لو بلون يعني الذهني. اللاعبين كانوا دول حتى اللاعبين اللي هضرنا عليهم كانوا دول المستوى، راه كانوا من الاول وقلنا مرارا وتكرارا حتى ملي كنا تنفوزوا بحصص كبيره. اظن انا واسامه يمكن كنا منطقيين لابعد حد، يمكن شي صحفيين كانوا منطقيين اكثر مني انا واسامه طيله هذه الدوره. لا، والغريب في الامر انا دائما ساطبل للمغرب قبل المباراه، خذوها مني، ودائما ساطبل للرجاء من تكون لعبه برا. الكل يعرف بان على الورق الان الاهلي افضل من الرجاء، الكل يعرفها في العالم. شنو نقولوا؟ صافي احنا خسرنا ما نجوش نلعبوا. شنو نقول؟ اعطيوني اقتراح كيفاش نتعامل مع مباراه الرجاء مع الاهلي. اعطيوها لي، تطلب من الجمهور الكريم يعطيني اقتراح. شنو نقول لهم؟ احنا خسرنا ما نمشيوش كاع لقطر ولا شنو؟ علما ان الرجاء هو الفريق الاكثر انتصارا في النهايات، اكثر من الاهلي في المعدل الانتصارات ديالو مقارنه مع النهايات اللي لعبوا. ساطبل للرجاء حتى يوم المباراه، ساطبل للرجاء، واللي ما بغاش تطبال ما يبقاش يتفرج فيا. سالينا. نعم. دونك اسامه غتسمحوا لي فقط نذكر بعض الناس، لانهم بزاف الناس اتهموا الاتهامات والصحافه والاعلام الى اخره، لكن من حقنا نعاودوا نرجعوا نشوفوا فيديو ديال اسامه بن عبد الله اللي يعني هو الثاني، ناخذوه هو الاول دابا. فيديو ديال واحد الباساج اللي كان قبل المقابله، غير باش نذكروا الناس ونتكلموا عليهم، ونذكروا ايضا حتى بعموته شنو كان كيقول. نبداو بعدا باسامه وبعد ذلك نمشيو نشوفوا عموته شنو قال قبل المقابله. كاين بزاف الفوارق بين المنتخبين، ولكن تيبقى الديربي وتبقى كرة القدم غير قابله لاي منطق. ما اقوله لا يعني اني متاكد من انتصار المغرب، ولكن المعطيات اللي عندي لدابا يوم الخميس في الساعه 6:30 التوقيت المغربي هي هذه. نعم، كان هذا هو الفيديو اسامه باش الناس يفهموا ويتذكروا بزاف الحوايج. كانوا بزاف الفيديو شوف اختاريت من انا هذا المقطع هذا باش الناس يتفكروا. من لا ينتظر المفاجاه في كره القدم ما عندهم اللي في كره القدم. مشيت تتبع العاب القوى، العاب القوى اللي اقوى هو اللي تيفوز. في كره القدم اي مباراه كما كانت فيها احتمالات في ثلاثه، واللي ما تيتقبلش الهزيمه ما عندهم يدير كره القدم. يمرض بالقلب ويمرض وقلبه اهم من الكره، فيمشي يقلب على شي رياضه اخرى يتبعها. الهزيمه وارده كيفما كانت، ومواطن القوه والضعف عن الفريق وميزان القوه كيفما كان ميزان القوه، الهزيمه وارده. علاش الرجاء ربحت هذه عامين مع الترجي؟ واش الرجاء هذه عامين كتحسن الترجي؟ كانت افضل، نعم لم تكن افضل وانتصرت. انتصر. واش وداد فاس ملي خرج الرجاء نصف نهائي كاس العرش كان احسن منه؟ جاوبوني، بغيت نفهم. واذا كان في كره القدم الفرق قويه تفوز مع عندها كاس العرش، ما عمره في حياته تفوز مغموره. واش ماج المدينه من فاز 2002 على نهضه السقاط؟ واش جمعيه الحليب اللي فاز في 82 على الرجاء كان احسن منها؟ اللي فاز 2014 2016 على اولمبيك اسيا كان احسن منه؟ الله يخليكم، ارتقوا للفوق ونتكلموا على كره القدم. وانا يحز في نفسي باش نشوف شي واحد متبعني ما تعرف حتى حاجه في الكره بكل صراحه. نعم. وكاين واحد يعني ناخذ واحد الفيديو اخر ديال حسين عموته، وكنا نبهنا ليه اسامه وقلت لك راه حسين عموته راه كيذكر الناس بانه يعني راه كره القدم راه فيها جميع الاحتمالات، ويعني وممكن جدا اننا نخسروا مقابله من المقابلات ولا اننا نتقصوا. واحد السيد قال لك اسامه بوزبال. يمكن انا بوزبال، ولكن هو الزبال وانا باه.
على اذا نمشيو ناخذوا فيديو دعم موتا ومن بعد ذلك نرجعوا. وهاد الناس اللي كيديروا في بحال هاد التعليقات هذه كامل الاسف يعبرون عن انهم ما عندهمش دماغ اصلا. وما عرفتش انا صراحه بحال هاد الناس هادو شنو كيديروا. كنتمنى نطلب من المخرج انه اي تعليق خارج على الاطار بحال هذا الشكل هذا انه يتبلوكا ببساطه، لانه نتقبل الاحترام، نتقبل الانتقاد، نتقبل الاراء، ولكن ما يمكنش نتقبلوا السب والشتم بكل بساطه. دونك نمشيو ناخذوا فيديو اخر. اصبر، واش هذا السب؟ شي واحد يجي عندك دابا ملي كنتكلم واش كنتكلموا في كره ولا كنتكلموا على الزبله اسامه؟ وكان يمشي قبالة المرايه ويعرف راسو شنو المستوى عنده، يقدر يقتل راسو. من احسن ما يعيقش، يبقى ناعس، على الاقل ما يديرش هذه الجريمه. دونك ناخذوا الفيديو دعم موتا اللي كيتحدث فيه على يعني الفيديو الاول ناخذوا عن موتا. التسديدات، الرفعات، يعني استرجاع الكره في المثلث الاخير ديال الفريق الخاص الى غير ذلك. هذه الاشياء كلها يعني هذوك الفيديوهات عاوتاني هذوك الالتحامات النسبه ديالهم ديال الفوز، هاد المؤشرات ديال النجاح هادو خاص نبداو نتكلموا بهم. ولكن ما نتكلموش مثلا على واحد اخطا وبالتالي فاحنا كنضحيو بالراس ديال المدرب او ديال هذاك اللاعب نفسه، لانه الكل لما كيدخل هذه البطوله واش الحسين عموته والطاقم ديالو ما باغيش يربح هذه البطوله؟ بالعكس، واش هاد اللاعبين ما باغيش يربحوا هذه البطوله؟ الكل باغي يربح، ولكن في اطار المشروع، في اطار احترام الخصوم. حتى هما عندهم نفس الطموح، حتى هما جايين نفس الاراده، وبالتالي فتنظن انه خاصنا نرفعوا شي شويه المستوى ديال النقد وديال التحليل ديال واحد المردود ديال اي منتخب او لا فريق. دونك هذا التعليق اللي كان داروا عن موتا يعني في دور المجموعات على ما اظن في المقابله الثانيه اللي كان كيتكلم يذكر الناس بقواعد كره القدم، لانه بزاف الناس كينساو انه راه حنا في كره القدم وراه ما كاينش غير انت وحدك اللي كتوجد المقابله، كاينين ناس كيوجدوا المقابله. على ان لا نمشي معاك بعيد، نحسبوا عموته غلط و100% غلط. من اي هزيمه فيها خطا اكيد. يا عموته ملي كان مع الخميسات الكلاصه الثاني في المغرب، احسن ترتيب في التاريخ تاع الخميسات، كان مزيان. مشى الفتح في الكلاصه الثاني وطلع عاود دابا على كوب ولا كوب دافريكا، مزيان. مشى السد القطري فاز معاه بالبطوله والكاس ملي جا الوداد وفاز معاه بعصبه الابطال الوحيده لمدرب مغربي، كان مزيان. ملي فاز بالشان كان مزيان، ملي خسر مع الجزائر ما بقاش مزيان صافي. واللي تيقول هذا الشيء زعما ما حشماش من راسو. ولو اخطا عموته، يبقى من احسن المدربين المغاربه عبر التاريخ، احب من احب وكره من كره. نعم، اللي ما بغاش يسمع الهضره هذا شغله. وهناك من يقول ان عموته سمسار، حاشا لله واش عموته يكون سمسار، حاشا لله واش عموته يكون سمسار. فهاد السياق عموته كان مدرب. اسامه بغيتك تذكرني بواحد يعني بانه عندك شي حاجه على في هذا السياق ديال التمصير مع عموته، عندك شي انا عموته كان مدرب ديال السد القطري، وكنت انا وسيط انا ذاك سنتين اللي ما بقيتش صحافي واصبحت وسيطا، ومشيت له بلاعبين ممتازين، لاعب جزائري كان تيلعب في انتر ميلان، وكنا نربحوا انا وياه الملايين. حشومه نقول هذاك، وعموته رفض، واحترمته اكثر. فعموته بعدا ما عطاش على التمصير، لان بكل بساطه عموته ملياردير. عموته لما كان لاعبا للسد كان يوقع انذاك في التسعينيات مليار في السنه، ثم اصبح مدربا للسد ثم للوداد. اتحاد الخميسات ما جبتوش، انا ما ربحش معاه الفلوس بزاف. الفتح والسد وكذا الفتح والوداد والمنتخب المحلي تيربح ما يكفي باش يعيش ولادو الله يزيدهم من الخير. فهاد التمصيره اللي يدير عموته في هاد كاس العرب شحال يربح فيها كاع. الواحد ما يبقى يفكر شويه ويعرف راسو على من تيدوي. عموته غير مع الوداد راه ربح 670 مليون في الطاس، 670 مليون سنتيم في الطاس. عموته راه كتيشف في السد القطري اكثر من مليار ونص في السنه. نعم اسامه غنمشيو الان باش نرجعوا. لا فهاد السياق لا سمحتي انس. نعم لا فهاد السياق ديال عموته لا سمحتي انس، هذا خلافا اللي ما تيداولوا الناس. قالك عموته مشى يتفاوض مع شي فريق في قطر، غضبان، هو قدم استقالته، ها هو عموته بقى في قطر من طلب من اللجنه المنظمه ديال الدوره. مجبر بعض اجبر جميع المدربين
على البقاء الشخصيه حتى النهايه باش يديروا زاناليز. تقارير زاناليز. حول مستوى الكره في البطولة. العربيه. وعمو الا بغى يخدم في قطر ما يحتاجش يبقى في قطر، لان امير البلاد ديال قطر واخوه جاسم هما من كانوا رؤساء ديال عموته في السد، وبالتالي تعرفوه شخصيا. فشي واحد اللي تعرف شخصيا امير قطر شنو يمشي يبقى في قطر باش يخدم؟ نعم واضح الامور. دونك عادي نرجعوا شنو، حيت هاد الاخبار اسامه انا قريتها، وديال الاقاله وديال الغاء المنتخب الرديف، هذه متمنيات انا شفتها. قراءتي كانت هي انها متمنيات ديال البعض. كيفاش كتشوفها انت عادل حسب واحد السيد الله يخليك واحد السيد جوج اسامه عودها 20 مره. واحد السيد قال لك حنا سي اسامه سويسرا من سويسرا راه ما عندناش الكره في المغرب، الفرق الوطنيه مجرد كتحارب البطاله، حتى علاقه مع الكره لا اخي. الكره المغربيه هي احسن من الكره السويسريه تاريخيا. الكره المغربيه كانت اول كره تتاهل الى كاس العالم. الكره المغربيه شاركت في كاس العالم، اول كره افريقيه عربيه اسلاميه تمر الى الدور الثاني في كاس العالم. الكره المغربيه شاركت في كاس العالم 5 مرات. الفرق المغربيه فازوا ب20 لقب افريقي، 20 لقب افريقي. الكره المغربيه انجبت لاعبين كبار. عندنا كره مغربيه احب من احب وكره من كره، بكل عللها وبكل مميزاتها. يمكننا نتكلموا على عقليه مغربيه بعض المرات، وانا ما كنتش باغي 9 نقاط وراه حسيتوا بيا، لان ملي تفوز 3 المباريات الدور الاول تيجي شي نهار ما يكونش داك الحظ. فتنفضل هذا النهار اللي ما عندكش فيه الحظ يكون في الدور الاول اللي يمكنك تفدي فيه، ولا يكون في الدور التاهيلي بحال وقع تونس خطا يمكن سميتو تيخرجك. كريم البركاوي سجل جميع ضربات الجزاء مع فريق الرائد، وسجل ضربه جزاء ضد فريق الاردن لا ضد فريق السعوديه. وبالتالي ضربه الجزاء اللي ضيعها يمكن لي نقول لك بان مارادونا ضيع ضربه جزاء في كاس الاتحاد الاوروبي ضد تولوز، وفي كاس العالم ضيع ضربه جزاء في نهايه كوبا امريكا. بلاتيني ضيع ضربه جزاء في مباراه مهمه ضد البرازيل. يعني ما كاينش في لاعب كره قدم ما ضيعش ضربه جزاء في مباراه مهمه. فكريم البركاوي ضيع ضربه جزاء تتوقع. زنيتي اول مره ما شفتش ضربه جزاء تتوقع. الهدف اللي تسجل ضد زنيتي تيتسجل، لان زنيتي عاش يعجبنا بزاف، لان زنيتي تيلعب كمدافع خامس، تيعرف يلعب، دونك تيكون دايما متقدم. لان شحال من مره اللاعبين المغاربه فعاود ما يديكاجيو يردوا زنيتي يلعب معاهم واخا تيكون الضغط، ولذلك يعود البلايلي داك الكره 500 مره ما يسجلهاش، ولكن سجلها. فاللي قال بان زنيتي اخطا في هدف بلايلي لا يفقه شيئا في كره القدم، بكل احترام وبكل تواضع. زنيتي قوته تلعب كره برجليه مزيان، فما يمكنش تطلبوا بحارس يلعب برجليه مزيان تنقولوا له علاش خرجتي في هذه الكره، لا يمكن. وزنيتي نعم. وحتى في الاصل الكره الحديثه اسامه كلها الكارديان ما كيبقاش واقف في الخط كيتسنى الكره شويه ملعوبه، كاع الحراس كيتقدموا. قوه زنيتي الاولى هي اللعب بالرجل، فما يمكنش نخرج باش نكون واجد نلعب برجلي مع المدافعين ونخرج، ومنين يسمعك عليا نقول لك علاش خرجتي. وكاين الناس تيقولوا زنيتي ساله، عار وحشومه نخطفوا اللاعبين ديالنا. انا دابا الغريب يومين قبل المباراه كلشي يقول خص اللاعبين يمشيو كاس افريقيا للامم، وانا تقول لهم لا يا عقلتي لا، لان المغرب عنده 30 لاعب، واحد اللي يجي ياخذ 30 لاعب مغربي احسن في العالم. ما كاينش بزاف د اللاعبين في هذا المنتخب اللي يقدروا يلعبوا في المنتخب الاول، لان عندنا الخيار، ماشي اللي ضعف مستواهم، لان عندنا خيارات اخرى. ودابا خسروا بيلانتيات ما بقاوش لعابه صافي سالينا قتلوهم. ماذا هذا؟ ولكن اسامه شنو دابا نخليونا من التفاعلات، نخليو من نشوفوا الناس والاراء ديالهم وردود الافعال ديالهم. شنو بالنسبه علاش غاب التركيز في ديك المقابله؟ واش كيبان لك بعدا اول حاجه السبب الرئيسي هو غياب التركيز اللي اتفقنا عليه انا وعادي؟ لا التركيز كان، اللي كان هو الخوف
واحترام الخصم بطريقه مبالغ فيها. والغريب في الامر انا كنت مع ترك الكره في الاول للمنتخب الجزائري، لان المنتخب الجزائري كلنا تعرفوا يدخل بقوه في المباريات، لكن نهايه الشوط الاول كان المغرب احسن. ما اعابوا على اللاعبين المغاربه هما انهم في المرتين اللي رجعوا فيها للنتيجه كان خصهم يضغطوا مباشره بعد العوده للنتيجه، خصوصا في الدقيقه 110 اللي كان المنتخب الجزائري استنفذ القوه ديالو. وقفوا. عدم الضغط بعد ذلك كان خطا استراتيجي، لان ما كانوش باغيين يخسروا، تلمو ما بغاش يخسروا كيخسروا، وتاقوا واحد الثقه عمياء في الزنيتي. لان الزنيتي ما عمره ما خسر مباراه دوليه مهمه من غير مباراه طنجيت في الشتاء، عمره ما خسر مباراه دوليه مهمه في الضربات الترجيحيه. داك الشيء علاش كان عند اللاعبين عندهم ثقه كامله 300% في الزنيتي في الضربات الترجيحيه. قدر الله ما فعل شاء، ما شاء يعني ما شاء فعل. نعم، وهذه هي الكره. واللي ما قادش على هذا الشيء يمشي يشوف التنس ولا الالعاب القوى. ما كانتش اي رياضه اسامه فيها نفس الاشياء باش يفهموا. واحد الشيء يمكن تيقول لي الا انا كان نجاوب واش على الشرقي اليوم ما بقاش لاعب مزيان؟ شكون؟ الشرقي راه مطلوب 3 المليار في السنه في فريق الاماراتي اسامه بكل صراحه. بن شرقي الدوره كلها ما كانش حاضر ومن بعد المستوى ديالو. هذه ولكن علاش عم نقولوها هو فقط. علاش عم تخلى الدوره كلها؟ لان داكشي اللي كان طالب منه تكتيكيا كنديروا. علاش ما خلى الدوره كلها؟ بحال السعداوي في الشام. لا دابا امشي معاك بعيد، نحسبوا بالشرقي اضاع الدوره ومن بعد بغيت شي واحد يقول لي ومن بعد واش بالشرقي صافي سلام بقاش في الكره. لا اسامه اسامه بالشرقي رغم انه يعني كان ضعيف في المستوى الهجومي. هذا ممكن عادل تا هو يشارك معنا في النقاش. لا اسامه يمكن نعقب على المشكل ديال بن شرقي. مشكل بن شرقي مشكل بوحده. واحد باش يقول انه ماشي لاعب مزيان. جوا شنو دار من بعد ما صارت الدوره؟ مشى مباشره لدبي عوض انه يمشي للفريق ديالو. ودابا هناك مشاكل كبيره بين الفريق ديالو. لاعب ما مركزش، لاعب كبير عنده مواصفات كبيره، ولكن ما لاعب ما مركز في حوايج اخرى من غير كره القدم. حتى شي واحد باش يقول انه ماشي لاعب ممتاز ولاعب عنده مكانته حتى في الفريق الاول، ولكن انسان غير مركز. انا اليوم الله يخليكم انا باغي نجاوب على الناس، وباغي حتى الهاتف الى فضلتي حاول تطلقوا، وبغينا الناس اللي يعلوا لنا اللي يشرحوا لنا الكره. حنا بغينا ما تفهموش. واحد قال لك واش باش تشوف ان البركاوي ضعيف جدا؟ البركاوي من احسن المهاجمين المغاربه، وتيقارنوا مع حداد. علاش ما تيقارنوا مع حداد؟ البركاوي حاليا مصاب اون بلوس. حداد مصاب اون بلوس. البركاوي حاليا من احسن المهاجمين في الدوري، من احسن الهدافين في الدوري السعودي. ودا يدخل نهار الجزائر كره ديال الكوريين الكبار. نعم، خلى ديفونسور اغوش ومشى، خلى ديفونسور اغوش ومشى اغوش ومشى وضربها مزيان وردها الحارس مبولحي. نعم، كانت تغطيه ديال الحارس. لو كنت مدربا لما اخرجت ازارو وخليت ازارو مع البركاوي ودزت 4-4-2 ان الاطراف ما كانش في المستوى، وكان ازارو مع البركاوي تقبيل البركاوي يسجل، لان ازارو ما كاينش شي لاعب تيشتغل بحالو في الهجوم، والبركاوي تيعرف يماركي. ودخل معمر مع جبران في الوسط. حسين عياده قال لك تحليل ضعيف. انا قابل يكون تحليل ضعيف، يعيط لنا ويعطينا شويه تحليل قوي، وديك الساعه تنوعدوا نتكلم له مع القنوات ديال الخليج باش يجيبوه التحليل. والله تنوعدوا. اسامه انا صراحه يعني اشفق على حال يعني بعض التعليقات اللي بحال هكا تحليل ضعيف، ما كيتكلم معاك في فكره، ما كيناقش معاك الحيثيات ديال التعليق ديالك، لا الفكره ديالك لا التحليل ديالك، وكيجي هو كيعطي حكم ما كتعرف لا هو مستوى هو كيحلم شي نهار يسب اسامه بن عبد الله، يحلم صالو في بليزير. دونك اسامه عادل، شنو هما الاخطاء اللي دار عموته في المقابله بالنسبه لكم؟ بالاضافه غنتكلموا ديك الساعه على الاخطاء اللي بان لكم اللاعبين داروها في المقابله. باش نتكلموا نعطيو كل حاجه حقها. انا ما تنشوفش اخطاء، تنشوف هذا كما هضرنا في واحد التحليل، وانا كان بامكانه انه اوبتي بو 4-4-2 يتخلى على الاجنحه ويعمر ميليو تيرا، لان عارف ان الهيمنه غادي تكون في ميليو تيرا بالنسبه للفريق الجزائري، تلعب معمر وجبران
وتخلي كما قال اسامه لي دو زاتاكون دو بوينت، ازارو مع بركاوي سريع، ازارو تيجر اللعابه، يمكن يبينيتري في اي وقت، يمكن هو ما بغاش يتخلى على الفكر ديالو، خصوصا انه فاز 3 المباريات عرضا وطولا، وبالتالي خلى داك الفكره انا كنت نتمنى انه يوزي اكثر ويلعب 4-4-2 مع 2 سونتينيل، كنا غادي يمكن نشدوهم في الميليو التيران. مع الاسف هذه اختيار المدرب وتحترموها، ولكن ما تظنش انه اخطا، لان هو تيشوف هو الامور وتيشوف التدريب اكثر منا، حنا تنديروا التقرير ديالنا وصافي تنهضروا وصافي، ولكن هو اللي تيشوف اللاعبين كل نهار كيفاش يقيموا المباراه. نعم. اسامه، انت شنو بان لك في الاداء او لا يعني شنو الحاجه اللي قام بها عموته ما كتفقش معاها يعني خلال المقابله؟ اول حاجه ترك الكره للجزائريين، انا ما متفقش ان قوه المنتخب المغربي في الدور الاول هو انه كتستحوذ على الكره وكتسيطر، اول حاجه، خصوصا بعد ما شاف بان تكون الكره جات ضربه جزاء غير منتظره ورجعنا للسكور، فما كانش خصو يترك الكره للفريق الجزائري. ثاني حاجه هو انه تعطل في تغيير حافظي وبن شرقي. الكارتي كان مزيان في الملعب. نعم، تصاب كان تصاب لا ولكن كان مزيان في الملعب، كان تيجري بزاف وكان مزيان. ثالث حاجه اللي يمكن لي نواخذوا عليها فقط ماشي اكثر، يعني تيبقى عموته مدرب كبير، هو انه خلى المسيرين المغاربه يتكلموا مع اللاعبين بزاف، وبذلك تنظن اللاعب ملي تيكون داخل في واحد المجموعه وكونسونطري مركز على شي لقب، ملي تجي تزيد تحمس اكثر من الحق، يمكن داك الحماس يعطي المفعول ينقلب على ذلك. ولكن من يقول ان حفوزي القجع ما كانش خصو يجي، تنظن ماشي منطقيه، لان رئيس الجامعه وكما جاش تقولوا ماشي معقول الفريق الرديف لاعب بطوله عربيه وفعود باش يشجعوا، ومنين جا علاش جا الحاج. انا ما عرفتش شنو وقع بين فوزي القجع وبين اللاعبين. نعم. ولكن اذا كان فوزي القجع حمسهم اكثر من اللازم، ما نقولش علاش، ان الله يحسن العون، حتى هو مغربي بحالو بحالنا وكان باغي يفوز على الجزائر، خصوصا من الناس ديال المنطقه الشرقيه تيكون عندهم علاقه بالجزائريين اكثر، وبالتالي يبغيو يفوزوا ما يبغيوش ينهزموا. ولكن ما يمكنش، ما عمري يمكن نقول راه فوزي القجع ما عندوش حق يجي لقطر، لا واه. لا، هذه القضيه اسامه ديال السبيتش اللي كيكون قبل المقابله، راه ما خاصش اي واحد يهضر مع المجموعه، حتى رئيس الجامعه خصو يكون عنده واحد السبيتش اللي ديجا وجدوا مع معيد ذهني. انا ما عارفينش انا بيان سور، حنا غير كنعطيو شنو الفكره الصائبه اللي خصها تكون، يعني حتى رئيس الجامعه جاي يتكلم مع اللاعبين خصو يوجد مع معيد ذهني. انس لا سمحت لي، كنت حاضر في ديك الحصه التدريبيه، ديك الكلام كله ما كاملش دقيقه، يعني عاود تشوفوا التصور، لان كل شيء كان مصور يخداو الصور في نفس الوقت، ما كان اكثر من دقيقه انه هضر معاهم قبل ما تبدا الحصه التدريبيه، ما كانش شي سبيتش ديال الناس بقاو تيقولوا 15 دقيقه 10 دقائق. انا كنت حاضر في الملعب الحصه التدريبيه، ما كاينلاش اكثر من دقيقه، هي الناس صوروا كثار وشافوا ان اصحاب اليوم النمره بقاو بزاف ولكن ما بعد الحصه التدريبيه اكيد ربما ما تنظنش يعني في الدخول الملعب راه كان معاهم، دخول دائما معاهم. لا، واحد الحاجه في كوس افريقيا دائما معاهم، في لاكان ديال 2017 كان دائما كان هو رئيس الوفد. دابا مع الالتزامات ديالو الوزاريه تنظن ما قدش يجي في المباريات الاولى، وجات المباراه الربع ما تنظن كان ديما معاه في لوطيل. واحد السيد قال لك بان الاردن ضعيفه، الاردن مع مصر كانت تستحق الفوز نفس المنتخب. كان عندي تعليق مباشر على هذيك القضيه، قلت انه بزاف الناس كيقولوا اننا كنا في مجموعه سهله. نعم، ربما نعتبروها سهله بمقارنه مع بعض المجموعات الاخرى، ما يمكنش نعتبروها سهله بالمره نظرا للمردود اللي قدمته الاردن اللي ما شفناش قدام المغرب، ماشي نفس الاردن اللي شفنا قدام المغرب. وهذه هي كره القدم، يعني راه ما فيهاش واحد المنطقه اسامه، وراه قلتي هذا جوج بدنا داك السبيتش اللي ديالك اللي كان قبل المقابله. كره القدم هي هذه. قال لك واحد السيد اللي تابعني منذ زمان ما تتفقش معايا في تحليل النكسات. انا ما عمري ما نحلل بالعاطفه جامي، وما عمري ما تنتكلم في ليله المباراه، لان في المباراه تكون مقلق انا تنتفادى نتكلم باش ما نقولش نابورت كوا. انا في التحليل تنبقى منطقي. هذا المنتخب تنقول له شكرا، لان دنا لواحد المكانه ما كناش ناويينها كاع. شكرا للاعبين ذو التكوين المحلي
اللي وصلوا لهذا المستوى واللي جعلنا تنتقلقوا عليهم حيت خسروا مع الجزائر اللي عندها 5 اللاعبين في المنتخب الاول. وبالتالي انا ما عمري ما نحلل بالعاطفه وما عمري ما لا، هو نسب. التقليقه اسامه راه قلنا تقلقنا أنا لانه كان عندنا منتخب قادر، كان عندنا منتخب اللي عنده الامكانيات انه يفوز. هادشي علاش واحد القضيه تقلقنا. اخرى خسر بيناتيات، خسر نعم. بيناتيات. واحد القضيه اخرى، انا واخا شي فرقه تربح شي حاجه الا ما كانش المستوى ديالها تقول راه ما عندهاش مستوى. واخا تخسر كان عندها مستوى المنتخب المغربي هذا كان عنده مستوى، هذا واقع. ما كانش عنده مستوى كبير من الناحيه الفرديه، فعنده مستوى من الناحيه الجماعيه. نعم، غدا اسامه غنريزيرفيو النقاش باش نتكلموا على ما محل، لانه النقاش كنا جبدناه وتكلمنا عليه في الوقت ديالو، وقلنا انه المنتخب الرديف ما كرهناش انها تكون عنده صيغه اخرى. هادشي قلناه قبل سنتين من الان، او لا سنه اكثر من سنتين قلناها اسامه. وغنتكلموا كذلك على شنو خاصنا نديروا دابا. علاش؟ لانه داكشي اللي كنا اسامه عاذرين به الجامعه انه باغيين يجيبوا الشان وباغيين يديروا كذا، راه سالا كنظن الاستحقاقات اللي كانت سالات. دونك خاصنا بعد الجمهور المغربي يكون بعد الجمهور المغربي في اغلبيته كان ضد كاس العرب، نعم. وكتقول ما خصناش نلعبوا كاس العرب. كله وحتى دابا ملي مشينا كاس العرب وجميع الملاحظين جميع المحللين الموجودين في قطر تيقول لك اليوم احسن منتخب لعب كره في قطر هو المنتخب المغربي. جميع المحللين تنجلس معاهم كل ليله في باب واقف هنا في قطر. هذا واقع نازم بالبلانتيات. هادشي هذا قلته البارح في حلقه يوم امس اسامه، قلت انه راه حنا اللي قاسين في هذا التحليل كامل اللي كنديروه. راه سمعت التحليل ديال جميع القنوات وجميع المحللين بعد المقابله، ما كاينش شي واحد فيهم اللي تكلم وقال لا المنتخب المغربي كان كيقول لك قدموا مقابله جميله جدا من الطرفين، شفنا الكره كره اوروبيه كره كذا، عرفتي داكشي اللي شفناه. ربما الاعلام يعني الغير مغربي كله طبل للمغرب اكثر من المغاربه. اسيدي انس نعم، المنتخب المغربي راه لعب مزيان، حتى مع الجزائر داروا التعادل، راه ما خسروش. احب كريم بالاكثر من ذلك سجلوا علينا 2 اهداف مفاجئه. الهدف الاول ضربه جزاء اللي بريده سذجه. نعم. والهدف الثاني راه يمكن يتسجل مره في 20 عام. مع كل اسف انا يمكن لي نفهم بان المغربي محبط، الجمهور المغربي محبط، يمكن لي نفهم بانه مقلق. انا كنت محبط، انا محبط، لا زلت محبطا ولا زلت منزعجا ولا زلت زعما يعني المورال زيرو. ولكن ما يمكنش نعاود، ما يمكنش نبقى باش نشط انا نبقى نرمي الناس الحجر. ما يمكنليش يعني يمكن لي نفهم الجمهور المغربي الليله بليل تيسب، يعني حتى الواحد مع ولادو ولا مع مرتو راه تيسب بعض المرات تيتقلق. ولكن لا غدا وبعد غدا خص الواحد يرجع لله ويقول هذه هي حال الكره وحنا تنزيانو مع الوقت انزيانو، لان التكوين في المغرب اصبح احسن، عندنا لاعبين اكثر في الخارج. الكره المغربيه ماشي من احسن هذا واقع. ومازال خصنا يعني الانتقال الكبير اسامه للتكوين. لا التكوين مازال خصنا عمل كبير اسامه. بدينا يتحسن، خاصنا مازال حنا خاصنا نوجهوا بزاف المنتخبات قويه في التاريخ ما فازش حتى لقب. هذا نعطي الامثله، ما كاين مشكله بغينا نعطيو الامثله. بيان سور في اوروب ممكن تعطي بزاف ديال المنتخبات القويه وتعطي شحال الالقاب عندهم اسامه ياك عادي. لا كاين واحد المشكل اللي يمكن ما تيشاطرناش فيه الراي اسامه، هو المشكل ديال التكوين. صحيح ان الكره المغربيه واحد الفتره كبيره، ولكن واحد المشكل ديال التكوين. انا تتمنى صادقا ان اللاعبين اللي عندهم واحد المستوى معين اللي وصلوا للفريق الاول يبقاو يشوفوا الاوروب، يشوفوا اللعب في الاوروب. وبارك علينا عاوتاني من ذاك الدوريات العاديه لمستوى اقل بكثير من المستوى المغربي وهضرنا عليها. والجزائر ما تعوضش علينا نهائي. الجزائر ما تعوضش علينا نهائي. ما تعوضش في هذه المباراه، ما تعوضش على المباراه. الجزائر تعوضت علينا. تنظن انا يشوفوا قال لك واش عموته ظلم الرحيمي. عموته كتدخل الرحيمي في دوزيام ميطا ديما تدير النتيجه. كان عنده جوكير الرحيمي ديما تيدخلوا في المباراه دخلوا. فاش يظلموا؟ شكون اللي بين الرحيمي في الشان؟ انا عموته. نعم. نسى تعاليق كمل لنا عادي يعني نشوفوا لو موديل ديال بعض اللاعبين، نشوفوا نايف اكرد، نشوفوا بونو، نشوفوا نصيري،
اللاعبين ديال المغرب اللي مشاو لوروب ومستواهم فيت بكثير كثير هاد اللاعبين، ويمكن اسامه شاطر تطور من بزاف. وتا هو راه عارف هذا الشيء، عارف ان لوروب هو المستقبل. راه ما يمكنش لاعب يكون ممتاز في الدوري المغربي تيسجل 20 و25 بيت في الموسم وتمشي لفريق عادي في الدوري السعودي. مع احتراماتي للدوري السعودي واحتراماتي للدوري القطري، يمكن الاهلي هو اللي نقدر نقولوا في واحد المستوى كبير، الاهلي المصري واحد المستوى كبير وعالمي، ولكن بقيه الفرق فرق عاديه، راه ما يطورش نفس هذا. الحداد راه باقي نفس المستوى بحال اللي كان في الوداد، بن شرقي كذلك نفس المستوى اللي كان في الوداد راه باقي فيه. وقيس على هذا الشيء بزاف ديال اللاعبين اللي بقاو ستابل في اللعب ديالهم وما يمكنش يمروا وما عمرهم يحلموا انهم يكونوا في يوم من الايام اساسيين في المنتخب الاول. راه ملي تشوف اللاعب راه تيبان لك واحد ما يمكنش دير اون كومباريزون. ولكن في بعض اللاعبين بحال نايف اكرد، لعب نايف اكرد من الفتح الان الرين وهذا تيبان لك واحد الفرق كبير، اللعب بسلاسه بحال ما لعبش. مباراه كبيره 80,000 متفرج ولعب بحال لعب في الحومه. هذا مستوى تنظر واحد الجزائري تيقول لك الجزائر قويه عليكم بزاف باش جميع المعطيات التاريخيه احنا احسن من الجزائر في الكره، جميع المعطيات مع كل نعطيك احترامي كبير للشعب الجزائري. لا اسامه تفضل عادل. لا الهيمنه تيقول لك واحد الهيمنه، شمن هيمنه فريق في 40 عام فاز عليك 2 مرات، شمن هيمنه في 40 عام 40 عام الاخرانيين فاز عليك بجوج مرات. انت فزتي عليه في بلاط نيرو، فزتي عليه في العربيه 85، فزتي عليه في الالعاب ديال اللاذقيه في 87، تعادلتي معاه، ربحتي كاس افريقيا 88، ربحتي في اللقاء حبي في 89. هذا التبينات اللي كانت الهيبه واحسن فريق في التاريخ ديال الكره الجزائريه، يعني احسن فريق الكره الجزائريه هو بين 80 و90. هادو كلهم فزنا ما فزوا علينا حتى مره وتيقول لك الهيمنه. نعم. بحال الا بقاو تيهضروا على الفتره ديال 79 وديال الماتش ديال 5-1، هذيك واحد الفتره كنا عارفين شنو الحيتيات ديالها وشنو المشاكل ديالها وتغيير المدرب وتغيير الفريق وبزاف ديال الفوارق وحوايج ما ندخلوش في نقاش فيها. ولكن تنظن ان المنتخب المغربي مسيطر على المنتخب الجزائري حتى على مستوى الانديه. راه ديما كيجعلون الانديه راه كنا بعيدين. ما تنظنش، ما بنادم يكون عقلاني شويه ويخدع المنطق، لان هذا ماشي منطق كتقول فزتي في واحد دونك اسامه نعم عرفت الموعد وصل. شكرا لك اسامه. غنرجعوا ان شاء الله وغنديروا واحد بعد في الساعه 7:30 في التوقيت المغربي في برنامج المجلس. شكرا ان شاء الله. دونك غنبقاو مع عادل، ولكن قبل منها رجاء عندنا بزاف مازال ما يتقال عادل، وعندنا فيديو اخر العموته غنحاولوا نشوفوه، وناخذوا فيديو ايضا ديال يعني الصحفي قيدوم الصحفيين السي عبد اللطيف متوكل كذلك، لانه بزاف الناس كيبقاو يرميو الناس بزاف الحوايج. لكن الصحافه المغربيه دائما انا كنقولها وكنعاودها، الصحافه المغربيه دائما كتبين على انها عاقله. ملي كنرجع دابا لاي واحد ربما كان كيدير التحليل غنلقى انه كان كيقول داكشي اللي كيخصو يتقال. حنا منتخب مغربي اقوى من المنتخب الجزائري، ولكن هذه كره القدم وهذا كيبقى ديربي وكاين جزئيات، هادشي كلشي قالوا. ولكن اون فوا الناس سالاو الصحافه المغربيه هي سبب كذا لانها كانت تطبل وتفعل وتقول. غناخذوا فقط فاصل اعلاني ونرجعوا معكم في فقره ديربي شو ان شاء الله، وبعد ذلك خليكم معنا اقل من دقيقه 30 ثانيه تقريبا ونرجعوا لكم. هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة. MDGS نربحوا الرياضة. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام على بركة الله. نستضيف مرة أخرى عادل بن مالك. عادل باش نزيدوا نتكلموا مازال يعني على بزاف الناس اللي تكلموا على بزاف الاشياء، وربما كاينين بزاف الناس عندهم ذاكره صغيره جدا. خصنا نرجعوا ننبهوا لهذه الاشياء هذه. راه في برنامجنا تكلمنا وكنا اكثر من واقعيين، ومع ذلك كنا اكثر مطبلين للمنتخب المغربي لانه يستحق. حيت علاش كنسميوه التطبيل؟ بالنسبه لي التطبيل المعنى ديالو الحقيقي ماشي هو اللي كنا كنديروا، ولكن بالنسبه لبزاف الناس داكشي اللي كنديروا سميتو التطبيل. نعم نحن فخورون اننا كنا نطبل المنتخب المغربي لانه كان يستحق.
وإلا كان اننا كنتكلموا بالايجاب على شي منتخب يستحق ولا على فريق يستحق وبغيتوا تسميوه تطبيل، ما عندناش مشكل، نسميوه معاكم تطبيل وما كاينش الاشكال. نرجعوا وناخذوا تصريح دعم متعادل وبعد ذلك ناخذوا الطرف متوكل، وكذلك نرجعوا باش نكملوا النقاش ديالنا. نمشيو ناخذوا تصريح ديال عموته اولا، يعني الفيديو اللي باقي ما خديناهش، وبعد ذلك نرجعوا لكم مشاهدات. هو الرضا بالنسبه لي انا صراحه، يعني شخصيا يعني كتقني انا تنامن بالمردود، يعني ممكن ان نهزموا في مقابله او نتعادلوا فيها، ولكن المردود اللاعبين يكون مردود اللي هو جيد، انه اللاعبين قدموا المستوى وطبقوا ربما التعليمات اللي اشتغلنا عليها بشكل يعني جيد، وبالتالي النتيجه كتجي في التهيئه هي فقط، فهي كنهايه او كخلاصه للمجهودات الكبيره والمتنوعه التي يقوم بها اللاعبين. يعني بعض المرات نعطيك مثال، هو انه بعض المرات ممكن نخلقوا 10 ديال الفرص ما نسجلوا منها حتى واحد، ولكن انا بالاساس بالنسبه للعمل ديال المدرب هو انه كيفاش كيدرب الفريق ديالو على انه مثلا يبني الهجمات، كيفاش يوصل، كيفاش يخلق المنظومه، كيفاش يوصل للمرمى، كيفاش يسدد، كيفاش يحضر الامور كلها، لا الهجوميه ولا حتى من الناحيه الدفاعيه. ممكن يجي خطا ضد يعني مجريات اللاعب وتشجع عليك وتنهزم، يعني هذا صحيح انه المدرب ما تيكونش راضي بهذه الطريقه انه ينهزم بها، ولكن على الاقل هناك مردود، وهذا هو التحليل ديالنا حنايا. صحيح انه بالنسبه لي انا دائما تنبحث على الفوز، ولكن ما نساوش على انه كاين هناك خصوم، الكل يتنافس، الكل كيبذل واحد المجهود، وحنا دائما ما تنقولوا انه تنحاولوا نخلقوا هذيك الظروف وهذا كل الجزئيات دوك لي ديتاي، حنا كنحاولوا ننتبهوا منهم ومن هذه الجزئيات. وانا قلتها يمكن في المداخله ديالي السابقه، على انه كنتمنى انه من ثاني ثالث فرصه اننا نسجلوا. هادو هما الجزئيات، يعني ممكن تخلق 10 فرص ما تسجلش، ويجي اول فرصه الفريق الخصم يسجل عليك وتنهزم، ولكني واش قدمتي مستوى جيد؟ انا بالنسبه لي قدمنا مستوى جيد، وهذه هي الجزئيات اللي كنتبعوا. كنتمنى انه هذيك القوه اللي كتكون انها تكون في صالح ديال المنتخب ديالنا بالتركيز على هذه الجزئيات بالضبط. نعم مشاهدينا الكرام، قبل من ذلك اكيد غنرجع باش نشوف واحد يعني بعض التعليقات اللي كاينين هنا في الصفحه الرسميه ديال مجموعه من الجزائريين اللي طلعوا عندنا، واحد سميتو ياسين، وواحد سميتو ابدال، واحد سميتو سيدي علي. مستواكم للاسف لا يشرف انكم تكونوا جزائريين. واحد يتكلم عن بنغلاديش رايه خضراء حمراء، داكشي لا خلي لا سمحتي انا يمكن نجاوب الاخوان راه شفت لا هذوك خصني نجاوبهم ونمشي معاك غنمشيو باش لا ماشي ما يمكنش. انا لكن هاد الناس كيتكلموا باسم الجزائر، فانتم تسيئون لاخواننا في الجزائر مع كامل الاسف. لا انا بقات فيا انا تيهضروا قال لك تيهضروا على الماضي بزاف، محللين المغاربه تيهضروا على الماضي بزاف. هذه واحد 3 ايام 4 ايام قبل الماتش كلشي تيهضر على ان كانت هيمنه جزائريه وان هما في الاحصائيات احسن، هما احسن. تنظن تغيير الديسكون بعد التاهل بضربه جزاء ترجيحيه، ونساو على ان المباراه تعادل 2-2 مع فريق مشكل. يتكلم واحد بحال هذا نعطيك لا ديالو كيقول لك لعبتوا مع فرق ضعيفه كيتشتوا معنا. خليني نكمل الله يخليك اخويا، يورينا الحقيقه ديالكم واش منطق هذا الشيء عادي. والمنتخب الجزائري اللي فيه 5 اللاعبين المنتخب الاول تيتعادل مع منتخب ما فيه حتى لاعب في المنتخب الاول ما عدا الزنيتي اللي هو الحارس الثالث، وبن شرقي اللي بعض المرات اللي تيكون في التريبون ما كاينش حتى في لافيو دو ماتش. هذه هي الحقيقه اللي خصهم يهضروا عليها، الحقيقه ديال دابا ماشي ديال الماضي، ديال الحاضر، ان المنتخب الجزائري مشكل بالعديد من اللاعبين اللي فازوا بكاس افريقيا في 2019. صحيح ابراهيم ما بقاوش يعيطوا ليه، يمكن لكبر السن ديالو وتيشوف هذا بالماضي، ولكن راه لاعب كبير، لعب في اف سي بورتو، لعب فرين، لعب كذلك بلايلي، كذلك يعني لاعبين اخرين. 5 اللاعبين مقارنه باللاعبين اللي ما تيلعبوش في الفريق الاول تنظن نتيجه 2-2 راه صبوا في حق الفريق الجزائري ماشي الفريق المغربي. تنظن الفريق المغربي يقدم مستويات. المشكل الوحيد اللي وقع هو اننا ما عرفناش كيفاش نقتلوا الماتش في واحد الاوقات مباشره من تماركيو التعادل. بغينا ولكن ما تاتاش، عندهم حارس كبير مبولحي اللي هو حارس مجرب، تنظن نكون عرفنا كيفاش ندوزوا لهم من بعد تجي الهدف التعادل ديال 1-1 والهدف ديال 2-2. اكيد كنا نقتلوا المباراه بحال قتلناها في يعني في الصفاقس في 2004 بنفس الشكل. نعم بلال بوشنافه، خلينا من الاردن وخلينا من فلسطين، تكلمنا على المنتخب الجزائري اللي ما استطاعش انه يربح المنتخب المغربي في 90 دقيقه وكذلك خلال الاشواط الاضافيه بنجوم المنتخب الجزائري الاول، الا بغيتي نتكلموا في هذا الشيء. ولكن على اي
ما غنزيدش نبقى ناخذ ونتكلم معاك ولا نزيد انني ندخل معاك في النقاش، لانه في بعض الاحيان ملي كتجي تجاوب في السفيه اكيد غتمشي معاه وغتولي تتكلم معاه بدوك الحيتيات ديالو، هو غيبقى في زيد في السفاهه ديالو، وانت غادي تبقى تابعو غير باش تقول الحقيقه. ولكن مع كامل الاسف هذا الشيء ديال السفاهه كيبقى هو اللي كيغلب في الاخر. علاش؟ لانه كاينين واحد الذباب دائما يجتمع حول ذلك. على اي نخليو هذا الشيء هذا ابار، احتراماتنا للشعب الجزائري الشقيق، ولكن هاد لا الناس اللي تنجاوب هاد الاخوان وهادو اللي كيديروا التعليقات كنجاوبوهم هما كاشخاص. وانا متاكد انه كاين في الجاره الشرقيه الجزائريه اللي هما خوتنا وفيهم عائلاتنا، انه كاينين ناس بزاف عندهم العقل على هاد الناس اللي كيتكلموا هنا في التعليق. غنخليو هادشي كامل. كاين واحد الاخ مثلا قال لك وراه هاد التطبال ما خلاناش نشوفوا العيوب ديالنا. لا، راه في وسط التطبال رجع عادي غيفكر مزيان عادي شنو كنا كنقولوا بعد نهايه الشوط الاول وبعد المقابله ديال كل مقابله. شكون اكثر من انتقد المنتخب المغربي؟ ماشي هما حنا. من الواجب ديالنا التطبال قبل البطوله، هذا اكيد. حنا جينا صحفيين باش ماشي نطبلوا ولكن نساندوا المنتخب المغربي والاطار المغربي، يعني حتى الاطار راه هو مغربي. تنظر في كل مباراه كنا تديروا لاناليز وكنا على العيوب، تنهضروا هذا اللاعب ما كانش دار الدور ديالو، مع اننا كنتفوزوا ب 4-0 ومع ذلك كنا تنتقدوا بعض اللاعبين، تنقول هذا البوزيسيونمون هذا اللاعب هذا تيتقلها، الاجنحه ما دارش الدور ديالو، وهذه راه بحال 4-0. وفي الاخر تيقول لك علاش كنا تنطبلوا ماشي الطبيل، لكن تديروا اناليز بروفوندي لا انا ولا اسامه. وتنظن بغاو يرجعوا الارشيف، راه تنظن كاين كل شيء في الانترنت، يمكن يرجعوا يشوفوا واش كنا تنطبلوا بعد الفوز. بالعكس كنا تنقولوا ان الفريق ادى بشكل جيد، والعيوب مع الاسف بقات حتى المباراه الجزائر وبانت مع فريق اللي كان تا هو مهيئ وفي المستوى بانت اكثر. ولكن على اي تدور المحصله العامه وان الفريق ادى. وتنهضروا على لا فورماسيون، خص لا فورماسيون باش هاد اللاعبين او اللاعبين اللي جايين ما يوصلوش لهذا المشكل. نعم، ديال انهم يلعبوا مباراه كبيره مع فريق كبير مع لاعبين كبار، ما يكونش داك الدهشه، ما يكونش داك الارتباك، يكون مركز 100%. هذا هو الاشكال. لا كنا مركزين 100% ولعبنا المعتاد اكيد غادي كنا نربحوا باريحيه، خصوصا مع العياء الواضح اللي بان اللاعب الجزائري في اخر المباراه، يعني في اخر 120 دقيقه. تشوف ان بعد الهدف ديال بانون جروا رجليهم، تيقولوا يا ربي تخرج الكره توش، يا ربي الحكم يصفر. ما قتلناش المباراه، حنا ادينا الثمن في الضربه الترجيحيه. وتنهنيو المنتخب الجزائري وتمنوا له انه يكون يلعب بنفس النديه غدا ضد القطريين. تنتمنى. نعم ان شاء الله اللي يربح يعني اللي يستحق غدا ان شاء الله يفوز. راه كاينين بزاف ديال الناس هادو اللي الناس ديال الجزائر مع احتراماتنا، والناس اللي ما بغاوش انهم يبقاو في الاحترام. ما كاين غير البلوك، واش التليفون اللي لا يخرج السطر دابا غيمشي. دونك كره كانت جميله بغض النظر على هاد الناس هادو اللي كيتكلموا. كانت مباراه جميله، حنا عشنا بالاعصاب لانه كنا باغيين الفريق ديالنا ومنتخبنا الوطني بيان سور. لكن الناس اللي كيفهموا في الكره واللي كيتكلموا على الكره واللي كيحلوا الكره عطاو المنتخب المغربي حقه وعطاو المنتخب الجزائري حقه. مقابله كانت غايه في الروعه. كذلك الروح الرياضيه اللي كانت ما بين اللاعبين على عكس المتوقع اللي كان غيكون. بعيدا عن المتعصبين اللي كيدافعوا على النظام الجزائري العسكري. هذا مثلا الاخ ياسين، ها هو ياسين باش ما تبقاش معذب. دابا غطير اخويا ياسين، ما كاينش، ما عندناش علاش نبقاو نديروا هذا الشيء. كاينين تعليقات كثيره كنشكروكم. يا حليم بل انت كذلك سير طير. غنمشيو شوف باش نهضروا على خاطرنا حنا ما كاينش، ما عندناش غرام المشكل. الحمد لله مارك زكربيرغ دار لنا انه باش حنايا اللي كيقول شي حاجه ماشي هذيك كنشدوه كنطيروه. هادشي عطانا هاد الخاصيه هادي باش نديروا هادشي هذا. دونك عادل غنمشيو. يعني سمعتي تصريح د عموته، يعني طيله الحديث ديالو دائما ما كان يتكلم على انه راه المباريات راها سيناريوهات، وانها راه ممكن تمشي معاك وممكن انها ما تمشيش معاك، وان كرة القدم راه هي هذه الى اخره. الناس كل شيء ما كانش كيرد بالو. حنا في البرنامج ركزنا وكنا ذكرنا هذا الشيء هذا وقلنا انه راه كرة القدم هي هذه، وورينا هاد التصريحات هذه وتكلمنا عليها. عموته كان واقعي
لكن الناس كينساو، وربما كينساو حتى التاريخ. كاينين بعض الناس اللي كيقول لك واجي حنا كنتكلموا على المقارنه ما بين المغرب والجزائر، والجزائر عندهم جوج الالقاب افريقيه. بغيت تحدثنا عادل على التاريخ ديال الكره الاوروبيه والمنتخبات الكبيره جدا، وشحال ديال الالقاب عندها عادل؟ لا ما ندخلوش في هذا السياق. لا تنظن على بغيت ان غير لا التاريخ، عطينا من التاريخ عافاك. نهضر من جهه اخرى. صحيح ان المنتخب الجزائري عنده جوج القاب، لقب في الميدان في 90. الفريق يلا كان تكون بعد يعني كان المشاكل اللي وقعت مور كاس العالم ديال 86 والخروج من الدور الاول من كاس افريقيا ديال 88. كان واحد التكوين وخروج من اقصائيات كاس العالم في اخر مباراه ضد بيصه، المباراه الشهيره في القاهره. كان تكون واحد الجيل جديد من اللاعبين بقياده متجر اللي كان هو اكبر لاعب في ذاك الفريق، وغياب العديد من الركائز. كان بلومي كان عنده مشكل، يعني الحراس تبدلوا بزاف ديال، حتى المدرب كان تبدل الى اخره. تنظن انهم فازوا بجوج الالقاب. يمكن اللقب الاخير هو اللي هضرنا عليه باللاعبين المحترفين، كثير من اللاعبين المحترفين اللي عاونوا بزاف المنتخب الجزائري انه يفوز. المنتخب المغربي كان احسن وافضل تاريخيا، المشكل كان هو سوء الحظ. سوء الحظ في العديد من المحطات. تنظن كان عندنا الفريق الكبير ديال الثمانينات اللي كان بامكانه تواجد تيمومي في مصر، كنا نفوزوا بسهوله بكاس افريقيا 86. في 88 بالغيابات وبالضغط، الغيابات نقدر نعرفوا ان تيمومي لعب المباراه الاولى وتصاب ضد الجزائر اللي ما لعبش طيرات الدوره. الظلمي ما لعب حتى المباراه نص النهائي. ما كناش كاملين، ما كناش مهيئين 100%، خصوصا ان كانت عندنا في بلادنا وشفنا الظلم التحكيمي اللي كان في بلادنا. والكل اللي تعرف ان المشكل ديال الحكم الموريسي كادريسن اللي عطى الفوز للمنتخب الكاميرون في المغرب، واعترف من بعد على انه كان مشكل انه المغاربه ما بغاوش يعطوني 15، وقالها يعني المغاربه ما بغاوش يعطوني 15,000 دولار كون ربحتهم. يعني تشوف كيف في وسط الوقاحه ديال بعض الحكام اللي شتوا منتخب وجيل باكمله باش يعطيو الكاس للمنتخب الكاميروني. هذه واقع ما تعرفوش. المنتخب الجزائري يمكن جيره في 90 ربح اللقب عن جداره، ولكن تنظر تاريخيا بعض المحطات كنا يعني عندنا شويه الحظ، شويه الحظ. كنا على الاقل نفوزوا بواحد 3 كؤوس فاسيلمون، يعني في ديك الفتره ديال الثمانينات حتى في 2004. تنظن انكم كنت جيرت النهايه ضد المنتخب التونسي، واحد كيفيه واحد عقلانيه وشويه الخبط الكروي اللي ما كان باقي ما عندناش بحال الاخوه المصريين بحال الاخوه الجزائريين. كنا نفوزوا اليز بداك الفريق ديال 2004. تنظن 2004 86 88 كاس افريقيا خاص يديها المنتخب عن جداره واستحقاق. مع الاسف كان ديك الساعات يكون عندنا 4 الالقاب ماشي واحد اليتيم اللي عندنا ديال 76. اما المنتخب الجزائري تنظن نعم هذه الوقت يعني فتنا دائما كنفوتوا الوقت ماشي مشكل. لا باش ننبهوا الناس اللي هذا كيبقاو يقولوا بقات دقيقه عندك من الوقت. انا بغيت ننبهك بقات دقيقه من الوقت. تفضل. لا بقى يقولوا على هذا. كاين منتخبات كبيره وفازت بكاس يتيمه، ومنتخبات عاديه. لا غريس دات كاس اوروبا، واش لا غريس في المنظومه الكرويه ديال اوروبا راه فريق كبير. وكاين منتخبات اللي تما الانجليز راه ما عمره فاز بكاس اوروبا. ما هذا الانسان الانجليز بالتاريخ ديالها فاز بكاس العالم في بلادها بالتحكيم بكل شيء، ومع ذلك الناس ما تيهضروش على هذا الشيء. هذا ماشي ما خضعش للمنطق. بالعكس انا تنعترف ان المنتخب الجزائري في 90 وفي 2019 كان فريق كبير ودوزوا الكره. حنا ما تنعرفوا الكره، تنعرفوا اللعابه وحافظين اسامي ديال اللاعبين الكبار ديال الجزائر من السبعينات من الستينات. تعرف لالماس، تعرف بخلوفي، تعرف اللاعبين الكبار عصاد دحلب. هادو لعابه كبار بلا ما نهضروا على متجر وبلومي وقاسي سعيد واللاعبين الكبار اللي دوزوا التاريخ. يمكن انا تنعرف اللعابه الجزائر اكثر من الجزائر تعرفوا اللعابه المغرب. ولكن هذا ماشي الواقع. هو اننا كان عندنا منتخب كان بامكانه يمشي بعيد. حنا سوء الحظ مع الاسف. تنتمنى هذا الحظ العاتي اللي ضدنا بحال اللي كان في 2019 نيت مع ذاك الضياع ضربه الجزاء ديال زياش. كنا نمشيو ابعد نقطه. للاسف هاد لي ديتاي هما اللي تيخليو ان المنتخب ما تيفوزش بالالقاب. نتمنى هذا سوء الحظ يتحيد ان شاء الله ونرجعوا ابتداء من هذه كاس افريقيا الجايه ان شاء الله. نذكر كذلك يعني بعميد الصحفيين السي عبد اللطيف متوكل ايضا اللي كان كيتحدث وقال نفس الشيء ونفس الكلام اللي تكلمنا عليه. نخليكم مع الفيديو اولا وبعد ذلك نرجعوا نتكلموا عليه في 30 ثانيه فقط. المنتخب الوطني يمتلك كل المقومات والقدرات والإمكانيات التي تؤهله لكي يخرج من مباراة ضد الجزائر منتصرا. لذلك فبقدر ما نحن متفائلون، بقدر ما نتمنى أن يكون المنتخب الوطني المغربي في أتم جاهزيته لهذه المباراة القوية
لأن هذه المباراة القوية الكل يجمع على أن جزئيات وتفاصيل صغيرة هي التي ستحسم في نتيجتها، ونتمنى أن يكون المنتخب المغربي في يومه أن يكبر مع هذا الموعد المغاربي. نعم. ودابا انا بغيت نعرف فين كاين التطبيل، ولا فين كاين شي حاجه ماشي معقوله في هذا التصريح هذا، ولا في التصريح اللي تكلم به عموته، ولا كذلك في التصريح اللي جبنا لكم قبيله اسامه كان يتحدث، ولا فيما قلنا نحن خلال البرنامج طيله هذه التغطيه. لا هناك اي شيء لا كان لا خارج كاين واحد لا كاين فرق. هذا ماشي تطبيل، هذه مسانده، ماشي تطبيل، مسانده ديال الاطار الوطني، مسانده ديال اللاعبين اللي بداو في الدوري الوطني. حنا هذا المنتوج ديالنا خصنا نفتخروا به، رغم لي لاكول اللي قلنا، رغم الاختيارات، رغم ان بعض اللاعبين ما تيكونش الاختيار ديالهم جيده، ولكن هذا المنتوج ديالنا خصنا نساندوه. راه ماشي تطبيل، ولا كانوا سموه تطبيل يمكن نبيحوا لهم بان هذا تطبيل. هذه مسانده مشروطه لواحد المنتخب اللي كان تكون من البطوله الوطنيه، الاطار الوطني اللي صنع نفسه بنفسه، فريق ديالو فريق الام مع خميسات وحقق نتائج كبيره، وفريق اللي ما كانش ما عنده ماديا كان ضعيف، مشى الفريق في الدرجه الثانيه الفتح وطلعهم ولعب جوج نهايات، وحده خسرها مع الجيش وحده ربحها ضد الماس. مشى في المستوى الكبير مع في الاحتراف مع السد ومع العديد من المدى، فاز بالشان، يعني مشى للوداد وفاز باللا ليغ دي شامبيون، فاز بالبطوله. اظن ما تنظنش هذا ماشي تطبيل، هذا مدرب عنده السيفي، هذا عنده 3 ديال الورقه في السيفي، كيفاش ما يمكنش ما نساندوش. اكيد. ما عادل على نشكرك جزيل الشكر. احنا كنا ولا زلنا ندعم هذا المنتخب، واي منتخب كيف ما بغى يكون، اي واحد كيحمل الرايه ديال المغرب اللي هي فيها يعني الاحمر وكذلك النجمه الخضراء في الوسط، اي واحد كيحمل هذه الرايه غندعموه، ما يمكنش ما ندعموش. ومع ذلك ننتقد، ونحن اول من ينتقد، لانه نحن اول من جلد المنتخب المغربي يعني ما بين شوطي، وكذلك في نهايه المقابله ديال المقابله الاولى ديالو، باش نذكروا الناس اللي عندهم الذاكره صغيره ويرجعوا يشوفوا الحلقه. يمشيو على العكس، قال لك علاش قلتوا جبران ما كانش مزيان، علاش قلتوا رحيمي كذلك في المقابله ما كانش مزيان، علاش بنصر تعرضنا لي انا ذاك وما تعرض لي حتى شي واحد. ولكن في الوقت اللي غنقولوا منتخبنا راه منتخب قوي، ولكن ها النقائص ديالو، كنظن انه سدينا الباب وقلنا كل شيء. بالنسبه لعينه من الجماهير الجزائريه التي لا تمثل الجزائريين ولا الجزائر، هذوك التعليقات يعبرون عن مستوى منحط، وهذا المستوى المنحط يعني لا يليق بالشعب الجزائري الشقيق. كذلك نحن كنا نتكلم عن كرة القدم ولا نتكلم عن أي أشياء أخرى، واللي نبغي نذكر به فقط هو أنه احنا بالنسبة لنا أي واحد كيتكلم بسوء أو لا باغي يجر، لأنه كاين واحد الناس داخل الجزائر يبحثون عن تهيئة الشعب الجزائري بأنه راه العدو الأول ديالو هو المغرب. هاد الناس هادو ما عندكم ما تصوروا علاش، لأنه العلاقة ما بين الشعبين راه هي تاريخية وكبيرة. فاش كنت انت باقي ما مزيودش، كانوا المغاربة كيعاونوا الإخوان ديالهم في وجدة وفي بركان، يعني كياخذوهم وكيجيو عندهم، وكانت علاقات جميلة ما بيناتهم. ميمكنش لك انت تجي اليوم وتضربها. كيف ما بغى يكون النوع ديالك، كيف ما بغيتي تكون. تحياتي للجميع، تحياتي للشعب المغربي اللي كيتابعنا والجماهير المغربيه اللي كتابعنا، تحياتي ايضا للعقلاء من الجزائر اللي كيتابعونا. كنتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله في مقابله يوم غد، ولكن ما يمكنش لي انه نتمنى للجزائر دون التمني لقطر ايضا الفوز، انهم جوج شعوب بالنسبه لي بحال بحال، ما يمكنش لي نفرق بيناتهم. كنتمنى انه اللي يستحق يفوز غدا يفوز، وهذا الكاس هذه انه اللي داها ما عندنا فيها حتى شي مشكل، لانه في النهايه قدمنا مستوى جميل، والفرق كلها خصها تقدم مستوى جميل. نتلاقاو ان شاء الله يوم غد في نقاش ايضا سيكون عميقا شيئا ما، للحديث عن ما الدواعي لتواجد منتخب محلي الى غايه اليوم. كنا نفسر يعني المرحله السابقه، ولكن المرحله القادمه لابد من الجلوس والحديث مره اخرى. نلتقي يوم غد ان شاء الله، والى ذاك الحين دمتم في رعايه الله. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS، نربحوا الرياضة. MDGS، نربحوا الرياضة.